ازيكم يا اصدقائي؟ احنا النهارده جايين نتكلم على اهم حدث هيحصل في صناعة السينما الفترة دي، ويفصلنا من وقت الفيديو ده اسبوع واحد على عرض فيلم اوبنهايمر. والحقيقة ان الصناعة والصناع مستنيينه بفارغ الصبر، وانا كمان واحد منهم. وتعالوا نشوف احنا كصناع هنستفيد من فيلم زي ده ازاي. واللي هيقدم لنا العمل ده هو المخرج كريستوفر نولان. Our film tries to take you into his experience. وهو من اشطر وافضل المخرجين اللي موجودين واللي جم على مدار التاريخ. والحقيقه كريستوفر عودنا ان احنا دايما نخوض تجارب مشاهده ممتعه زي اللي شفناها في انترستيلر وذا دارك نايت وانسبشن وغيرهم كتير. Murph, I love you forever. Here's my card. I think I found a way home. And this last job, that's how I get there. غير اننا في الفيلم ده عندنا كاست تمثيل كبير فشخ ومليان بنجوم الصف الاول. فانتوا متخيلين عندنا كريستوفر نولان وعندنا كاست تمثيل مهم جدا زي ده، ناهيك عن القصة المهمة جدا اللي الفيلم هيدور حواليها، وهي اختصارا هتكون عن العالم اوبنهايمر اللي كان السبب في وجود القنبلة الذرية. Not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. نرجع لموضوعنا. وبعد اختيار كريستوفر للكاست وللقصة، قرر ان الفيلم ده يكون اول فيلم بايوجرافي ليه، ويروح ياخد بقى الكاميرا بتاعت اي ماكس ويصور بيها الفيلم كله. واختصارا فيلم بايوجرافي يعني متصور على كاميرا بتشتغل بالفيلم، مش كاميرا ديجيتال. وزمان كانت مقاسات الافلام الخام بتبقى 16 ملي، ولو فيلم فيه انتاج وبتاع ومهم وكده بيبقى 35 ملي. وفي حالتنا هنا كريستوفر قرر يصور الفيلم على فيلم مقاسه 70 ملي، وده معناه ان احنا هنلاقي ضعف جودة الافلام الجامدة البايوجرافي بتاعت زمان. ولو هنقارن جودة الفيلم ال70 ملي بجودة الكاميرات الديجيتال بتاعتنا هنلاقيه بيدينا بتاع 18K ريزولوشن كده. Is the highest quality imaging format that's ever been devised. ده غير مقاس الصورة اللي كريستوفر استخدمه، وده مقاس احنا مش متعودين عليه. نرجع لموضوعنا. والحقيقه ان كريستوفر تواصل مع شركه كوداك عشان يصنعوا له فيلم ابيض واسود ستوك. How are we gonna do it? Because 65mm black and white was a format that didn't exist. So there was a lot of engineering that went into that. We were able to test large format black and white, put it up on a giant IMAX screen. عشان يستخدمها في المشاهد اللي بتدور جوه عقل البطل اوبنهايمر او من منظوره. Have a look at it, and the results were just magical and inspiring. وده عشان في الاخر يطلع له مشاهد خام بالابيض والاسود. ناهيك بقى عن ستايل التصوير اللي احنا مش متعودين عليه. How can we get this camera closer to people? How can we get this medium to work also as a very intimate medium? وتوظيف العدسات الواسعه في المشاهد الكلوز على الارتست. وده هيعيشنا تجربة جديدة جدا، واعتقد احساسنا بالممثل هيكون اكتر واعلى بكتير. You are the man who gave them the power to destroy themselves. وطبعا ما ننساش ان اللقطات اللي عندنا في الفيلم سواء انفجارات او غير هتكون حقيقية 100% من غير استخدام اي مؤثرات بصرية او CGI. وده لان كريستوفر بيحب يعمل السينز بتاعته براكتيكال. وبالمناسبه خلوني اقول لكم ان في مخرج مصري عمل انفجار حقيقي في فيديو كليب من اخراجه.
وده كان بسكيل اصغر كتير جدا طبعا، بس ما ننساش في الاخر نشاوت اوت عليه ابو طالب. واخيرا كلنا اعتقد مستنيين ان احنا نخوض التجربه اللي هيقدمها لنا كريستوفر في الفيلم بتاعه، منها ننبهر ونستمتع، واحنا كمان كفيلم ميكرز ناخد الالهام بتاعنا ونتعلم. ولحد هنا ويكون الفيديو بتاعنا خلص، نتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.